السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة على قناتكم الكرة الحلوة. كان النهارده عن ماتش الأهلي وطلائع الجيش في الجولة الرابعة من الدوري العام الممتاز. ده أول ماتش بعد فترة توقف الدوري، الحقيقة فترة طويلة بتأثر على مستوى الفرق عشان تستعيد الإيقاع بتاعها والمستوى بتاخد وقت، يعني بس أنا أرجع من فترة توقف سواء مع المنتخب أو سواء مع الماتشات الودية إن أنا أرجع للتوب فورم على طول. الأهلي دخل المباراة عنده 9 بونت، 3 انتصارات على التوالي، متصدر الدوري بقيادة مدربه القدير مارسيل كولر. الناحية التانية في طلائع الجيش أقال المدير الفني كابتن علاء عبد العال. الحقيقة هو يعني إقالة غير مبررة، يعني راجل 4 ماتشات كسب ماتش وتعادل مصر وخسر ماتش، يعني نتائج بالسيئة، وجاب مكانه كابتن محمد يوسف المدرب السابق النادي الأهلي اللي كان سبق معاه الفوز مع دوري أبطال أفريقيا. المباراة الحقيقة كانت صعبة على النادي الأهلي لأكتر من سبب. إن أول مرة على فترة التوقف دي حاجة تانية، في طلائع الجيش نفسيا آخر 3 ماتشات ما اتغلبش من الأهلي، بالعكس يعني آخر 3 ماتشات السوبر المحلي بقيادة كابتن بسيوني كسب بضربات الجزاء. الدور الأول مع كابتن طارق العشري اتعادل 0-0 السنة اللي فاتت، الدور الثاني كسب 1-0. فالحقيقة ففريق داخل المباراة بأفضلية نفسية على النادي الأهلي. طريقة اللعب برضو اختلفت، الأهلي هنا لعب نفس طريقته المعتادة 4-2-3-1، عنده غيابات في الدفاع، متولي وعبد المنعم الاثنين مصابين، لعب مكانهم رامي وياسر، ولعب على الطرف محمد اشرف بديل على مع المنتخب. ناحية تانية أكرم في الوسط، لعب السولية وديانج قدام ثلاثي هجومي عبد القادر سافيو، عبد القادر وسافيو، كريم فؤاد النجم منطلق الفترة الأخيرة، وده محمد شريف. في الناحية التانية فريق طلائع الجيش لعب بطريقة مناسبة لفكر الكابتن محمد يوسف. لعب 3-6-1، لعب زي 3 المفروض على الورق هي 3-4-3، يعني الثلاثي دفاعي 4 في الوسط، ثلاثي هجومي، لكن هو في الفريق ما لعبش كده، لعب بثلاثي دفاعي، ثلاثي دفاعي. الزناري في الوسط، على يمينه محمد فتح الله، على شماله ايمن منصور. في الوسط لعب باثنين ارتكاز، عبد الرحمن شيكا واسلام محارب. على الطرفين اللي هم المفروض الباكين في طريقه 3-5-2 او 5-3-2، احمد زولا، والناحيه الثانيه احمد متعب. ثلاثي هجوم مكون من كريم طارق، احمد سمير، وخالد قمر. الحقيقه ان الفريق لعب بتكتل دفاعي شديد جدا في حاله الدفاع، وانطلاقات هجوميه سريعه في حاله الهجوم. يعني الفريق كان بيلعب ان هو بيلعب في حاله الدفاع، الثلاثي اللي ورا ثابت، متعب بيرد، وناحيه الثانيه واحمد زولا بيرد، ومعاه الاجنحه اللي هنا كريم طارق واحمد سمير، مع ارتداد الاسلام وشيكا. بيلعب بتكتل، بيبقى 10 تحت الكوره، يعني حتى خالد قمر اللي هو المفروض راس الحربه بيلعب قدام منطقه جزاء ومقدم سنه، يعني بحيث بيحلق على لعيبه الاهلي. فالحقيقه صعبوا الدنيا جدا على النادي الاهلي. المباراه ابتدت هاديه، يعني ما فيش فيها محاولات، الاهلي بيحاول بيمرر الكوره بس مش عارف يوصل المرمى تماما. الناحيه الثانيه فريق طلائع الجيش ليه سيستم في اللعب، وفريق بيلعب بتكتل دفاعي، ولما بيقطع الكوره بيحاول يلعب على السرعات، احمد متعب من هنا، او الناحيه الثانيه احمد زولا من هنا، انطلاقات كريم طارق، احمد سمير. فريق مجرد ما بيفتك الكوره بيلعب كوره طويله على جنب من جنبين ويلعب على السرعات. المباراه يعني اول ربع ساعه مفيش فيها ادنى خطوره، تكتل وتقفيل الحقيقه شديد جدا من الكابتن محمد يوسف فريق طلائع الجيش، ومقابل تمرير بطيء من الاهلي ساعد على نجاح خط الكابتن محمد يوسف. عندنا في الدقيقه 18 نموذج الهجمه المرتده تعامل الفكر الكابتن محمد يوسف. الكره اتقطعت، تعبير بسرعه لاحمد متعب اللي هو الباك الشمال، الراجل انطلق لعب عرضيه خالد قمر في مكان كويس جدا جوه الاستطلاع، بس لعبها بشكل سيء للاسف. دي كان جرس انذار النادي الاهلي. بعدها ب4 دقائق نفس الكره اتكررت بشكل مختلف، ايمن منصور لعب كره طويله لاحمد متعب الباك الشمال في ظهر اكرم توفيق، كان ياسر مناطق الابساط، انفرد بشناوي. هنا الشناوي حقيقي عمل حاجه غريبه، يعني اتردد، طلع ووقف، يعني هو اعتمد ان الكره تسلل فطلع بشكل جدي، يعني طلع زي ما بقول طلعت واجب. لعب احمد متعب لعبها لوب بشكل جميل جدا، فوقيها هدف. الشناوي اعتمد ان يعني حد ما يحاولش يعمل الطراي، اعتمد ان الكره كده تسلل. الحق بعد المجرد الفار هدف اول، هدف يلخص فلسفه الكابتن محمد يوسف، اللعب على تقفيل المساحات، تدقيق المساحات، غلق الاطراف، واللعب على هجمات سريعه الاسرع عن الهدف الاول. الحقيقه توقعنا بعد الهدف رد فعل النادي الاهلي. النادي الاهلي كان عنده مشكلتين. المشكله الاولى ان هو التمرير الكتير العرضي، انا مش عارف اخترق فبلعب عرض كتير، ده مش مؤثر.
فساعد اكتر طلع الجيش ان هو يقفل، لما كده كده متكتل ورا. فانت بتلعب لعب كتير قدام عينيا، لعبه مش خطر. المشكله الثانيه عند الاهلي ان مفيش اختراقات داخل منطقه الجزاء، داخل منطقه الجزاء حرس الحدود. يعني محمد شريف لوحده وثلاث لعيبه، المفروض في حاجه زي كده لما العب اوفرات سواء محمد اشرف من الشمال او اكرم يمين، ده في حاله لو وصلوا الاطراف هم كان مقفول عليهم من هنا بثلاثه وهنا بثلاثه، يبقى فيك اندفاع هجوم جوه الجزاء. المفروض عبد القادر يخش من هنا، سابي يخش من هنا، حد من خط السرعه يخش من هنا. ما كانش فيه الكلام ده. فكلهم حطوا على الاهلي لمده 45 دقيقه ما فيش ولا زياده على المرمى. شوط سيء جدا من الاهلي. انتهى الشوط بتقدم النادي طلع الجيش 1-0، حتى كان مستحق بالنسبه للاداء اللي عملوه والجهد اللي عملوه. كان المشكله في النادي الاهلي، انت هتعمل الشوط الثاني انت مغلوب مع فريق متكتل بيلعب دفاع كومباكت بيلعب عمليات سريعه، تعبت الاهلي. هتعمل ايه؟ الحقيقه الشوط الثاني ابتدى برضه نفس سيستم طلع الجيش، عرضيه في الدقيقه 47 من كورنر، خالد امر لعبها فوق العارضه، بعدها انطلاق عن طريق كريم طارق لعبها عرضيه لاحمد سمير عملها بشكل سيء فوق العارضه. الحقيقه يعني الاهلي مش عارف يخش المباراه زي ما بيقولوا. من اول هجمه مجهود فردي من ساب الدقيقه 53، حقق محترمين، عدى بشكل كويس، رفع عينه ولعب كوره عرضيه جميله جدا. المفاجاه ان الكوره ما جابهاش محمد شريف، راسيه من احمد عبد القادر على يمين الحارس عمر رضوان، هدف بتاع النادي، هدف صعب. ان الكره لو خدنا من عبد القادر اهو بيلعب طرف شمال، ضم لجوه في مكان راس حربه على حدود منطقه الجزاء، على نقطه منطقه الجزاء. لعبها براسه جميله جدا. الجمال في الكره مش قويه قوي، بس الكره جايه من ناحيه هو خدها براسه ناحيه الشمال، كل ما بتروح بتبعد، يعني كل ما تقرب الجون بتبعد، راحت اقصى مكان جنب القايم بالظبط. هدف عند الاهلي 1-1، هدف اشهر المباراه. الاهلي حاول بعد كده يضغط بس مش عارف برضه يوصل بفعاليه، يعني بيحاول محاولات بس بدون فعاليه. عندنا بدايه 62 هجمه عن طريق اكرم توفيق، الحق دخل منطقه الجزاء وحاول يلعب عرضيه، وصل لحارس عمر رضوان، عمل صرف غريب جدا. يعني الكره في ايده فبيحاول يعمل الجامب، فضرب اكرم توفيق على دماغه، فالكره طولت منه وقعت، فراحت لسافيو، سافيو عدى منه، قام ضربه تاني موقعه. يعني اندفاع غير مبرر من عمر رضوان، كان في ضربه جزاء مستحقه. هو كان مصاب قبلها، اتغير من بيكون عماد السيد، لعبوا يفتح مع 3-4 اسئله في الدقيقه 25، هدف الانتقاد من الاهلي في الدقيقه 65. لعبها بشكل كويس جدا، قويه في وسط المرمى. هدف تاني النادي الاهلي ادى الاهلي افضليه. توقعنا بعد الماتش ان الاهلي هيضغط ويسيطر ويوصل ويضيع اجوان كتير. احنا لا، فوجئنا الحقيقه باندفاع هجومي شديد جدا من نادي طلائع الجيش، تخلى عن هجومه. هجمه عن طريق احمد زولا، دفع وشاط الكوره فانقذها شناوي ببراعه، فرصه الهدف مؤكد. اندفاعات الفريق ابتدى يندفع من الاطراف ومن العمق، بيوصل منطقه الجزاء بس مش عارف يعني بدون فعاليه، بس ابتدى يسيطر على الكوره ويستحوذ على الكوره. هنا تدخل مارسيل كولر، عمل تغييرين، نزل قفشه ونزل طاهر. خرج مين؟ خرج محمد اشرف، خرج سافيو. طب سافيو ماشي، مش بتلعب مكان قفشه، لكن انت خرجت الباك الشمال، انت ما عندكش باك شمال اساسا، فعملت ايه؟ رجعت كريم فؤاد اللي هو لعيب الجوكر اللي بيلعب، قلنا باكثر من مركز، يلعب باك شمال عشان يوقف الانطلاقات. ان الجبهه اليمين كان فيها زولا، يعني الجبهه اللي كانت عنده مشكله دايما، كان فريق طلائع الجيش بيحاول يوصل من عندها بشكل كتير. زولا لعيب سريع ومهاري، فحاول يعمل بلوك. كريم سريع وقوي وعنده سبرنتات فيقدر يوقف زولا، ولعب طاهر مكان كريم، وقفش طبعا لعب في الوسط. الحقيقه طلائع الجيش رد بتغييرات هجوميه، حاول الفريق ينشر الفريق هجوميا، ابتدى في مساحات، يعني مع ضغط شديد طلائع الجيش ابتدى في مساحات في ظهره. عندنا في الدقيقه 78 فرصه كبيره جدا لمحمد شريف اللي بعيد عن مستواه، حاول يعملها لوبس، كوره مشيت امام خط المرمى، كانت فرصه. عندنا في الدقيقه 80 كوره قويه من كريم فؤاد، زاد عماد السيد انقذها كورنر. عندنا في الدقيقه 82 انفراد تاني لمحمد شريف، الحقيقه مش انفراد، يعني كوره اكرم اخترق بشكل كويس، محتاجين يلعبها له لورا، قطع كويس ورجع لورا كويس، بس هي ما لفش جسمه، في الاخر خد الكوره بشكل سيء جدا اعلى عرضه. يعني في الطبيعي ان محمد شريف لو مصارع الكوره دي هدف. الحقيقه بعد كده المباراه استمرت في الوقت الباقي 10 دقائق، محاولات بلا فعاليه من نادي طلائع الجيش، ومحاوله الحفاظ على نتيجه من النادي الاهلي. انتهت المباراه فوز النادي الاهلي 2-1، فوز مهم. مهم يا جماعه، انت لما تكون مش كويس تكسب، يعني لما انا اكون مش كويس ان انا اكسب، ان الدوري عباره عن تجميع بنقط، بجمع 3 في 3 في 3 في 3 في 3، فده بكسب دوري بكده. يعني لما اكون وحش اكسب، يعني خلاص ابتدي بعد كده اشوف عندي مشاكل احاول اعدلها بعدين. لكن التعثر او التعادل، احنا قلنا الاهلي عنده 12 من 4 ماتشات، نادي الزمالك ونادي بيراميدز الاثنين عندهم تعادلين، فعندهم متعثرين الاثنين، ده عنده 8 وده عنده 8.
فانت لما تبتدي كويس بتجمع بنقط، بترفع ضغط عن نفسك وصدر ان المنافس خلاص، ان انت دلوقتي متفرق عن المنافس 4 بونت سواء بيراميدز او الزمالك، فبالتالي هم اللي تحت الضغط. انت كل ما بتكسب كل ما بتضطر بضغط اكتر، خصوصا مع بدايه الدوري ده 7 4 18 دوري طول جدا طبعا. انت بتتكلم في 30 ماتش باقيين، بس لما بتبتدي كويس مع الوقت تاخد افضليه، بتبقى ليد ممكن تفرق، ممكن يعني متحسن مستوى حتى لو بعد كده لو انت فارق وتعادلت او تعثرت ماتش، فالدنيا برضو ايه متظبطه معاك. حقق المباراه انتهت الف مبروك النادي الاهلي. نجم المباراه ما فيش نجم بارز في المباراه، يعني في لعيبه مجتهد، الدنج كان مجتهد، اكرم كان مجتهد، الناحيه الثانيه كريم طارق عمل جول كبير جدا، عبد الرحمن شيكا عمل جول كبير في وسط الملعب، لكن ما فيش لعيب بارز ممكن ان هو غير في نتيجه المباراه او اثر او في نتيجه المباراه. ما فيش نجم المباراه النهارده للاسف. كان فوز النادي الف مبروك النادي الاهلي، وهارد طلع الجيش، واتمنى لو الحلقه عجبتكم اعملوا اشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.